كما العاده معكم جد الباحثه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نتوما الاسره الكبيره والاسره الصغيره والامهات الحبيبات ديالنا، ان شاء الله اليوم نشارك معكم واحد الفيديو اللي في متناول. هذه واحد الحوته كبيره تبارك الله ديال الواد. هانتوما الشوره ديال الواد بعد ما غسلناها ونقيناها، هانتوما وفتحناها تبارك الله لقينا فيها البيض غزال. كنحيدوا لها هاد الجناب كنطرفوهم صافي. من بعد البنات كناخذ واحد البابي كنشفها باش تنشف ليا، لان غنعمرها ان شاء الله وغنديرها في الفران. ها هي ثاني منشفه ثاني من التحت والوسط ديالها. ها تبارك الله حيت كيكون جديد راه كيبقى باقي كينبع تبارك الله بالدم ديالو جديده. يلا تنقات صافي وغنعمرها ان شاء الله بالروز. واللي بغى يعمرها بالفيرميسيل يعمرها، التعمر كيبقى اختياري، الواحد كيعمر بالحاجه اللي بغا. بالنسبه للتعمره البنات خديت انا نشارك معكم الكعزه ديال الجنب، نشارك معكم. بالنسبه لي انا خديت واحد 4 ديال الروز. من بعد ما سلقتها كاين اللي كيسلقوا، انا عندي واحد الطريقه كنديرها. كناخذ مثلا زلافه ديال الروز كنغسلها مزيان، كنديرها في الكوكوط، كندير لها 2 زلايف ديال الماء، كندرت ليها مليحه. اللي بغى يدير الكنور يديرها، اللي مبغاش يديرها مليحه البزار، شويه ديال العطريه ديال القيمرون ديال الكروفيت صافي، وشويه ديال الزيت وكنسد عليه صافي. كنقص النار غا كتبدا تصفى ليا، كنحسب ثلث ساعه وكنحل عليه. هانتوما كيبان لكم محلول. واللي بغى يسلقو المهم كلها الطريقه ديالته. المهم درت الروز، درت واحد الزيفه ديال الزيتون، درت شويه ديال الربيع والمعدنوس، درت واحد حامضه مصيره لان الزيتون عندنا مالح. بالنسبه للتوابل غادا ندير سكنجبير. من دائما كيبقى على التوابل لا القياس ديال الحوته واش كبيره واش صغيره. المهم هاد الحشوه راه معروفه ديال التعمار. انا غادا ندير سكنجبير، كنبغيش الحار بزاف. وغندير كذلك خرقوم، غندير ابزار، غندير تحميره حلوه حتى هي واحد معلقه كبيره عامره. هنا البنات مغاديش ندير الملحه لان الحامض مالح والزيتون مالح والهريسه حتى هي كتكون مالحه. غندير واحد معلقه صغيره ولا معلقه كبيره الحار على حسابكم. انا ما كيبغوش الحار غادي نديرها معلقه صغيره ندمن بها. وغندير واحد معلقه كبيره ديال الثومه، الثومه مطحونه. انا البنات كناخذ الثومه كنقيها وكنطحنها مع الملحه وكتبقى عندي، يعني كنخليها غير مع العطريه ما كتخسر ما حتى شي حاجه. غادي ندير شويه ديال الخل ديال الحامض ولا الخل الابيض. انا عندي الخل الابيض، غادي ندير خل ابيض جهد واحد نص كاس ديال الخل صافي. وغنديروا عندكم صوص نيوك ما بغيتو ديروها ديروها، بغيتو ديروا ثاني هذه صوص صوجا ديروها. المهم كنتوما اللي كتبدوا المذاق صافي. وكندير القياس ديالي ديال الزيت. انا هذه عندي زيت ديال الحوت، ها هي حيت الحوته كبيره البنات الخل كيبقى على حسابكم. انا حيت الحوته كبيره درت نص كاس صافي. وانا درت دابا الزيت صافي. قلت لكم ما درتش الملحه صافي. غادي نخلط كلشي ان شاء الله ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما خلطت الحشوه ديالتي زدت شويه تاع الفلفله خضراء وحمراء كانت عندي في المجمد حتى هي زدتها، حتى هي غادي نخلطها مع الخليط صافي. وغادي نبدا نعمر بها. والبنات ما تنساوش تاخذوا واحد الموس وغادي نحلوها شويه غير من الفوق. غنديروا ديك الشريطه بحال هكا باش تدخل معها الاقامه. وديك ملي تبدا تبخر تبدا هانتوما صافي. هانتوما البنات نقدروا نديروا عطريه ديال الشواء. البنات اللي درنا عطريه ديال الشواء كنديروا الفلفله مشويه، كنديروا الفلفله مشويه باش كتجي مزيان صافي. دابا غادي نخلط ان شاء الله وغنعمر الحوته ديالي. هانتوما البنات بعد ما خلطت الخليط بسم الله كنعمرها ونعمر لها جهه الراس حتى هو مزيان بالحشوه. هانتوما كنعمر مزيان كما تكون اللي بغى يدير الفيرميسيل يديرها. حتى بالصلصه البيضاء زوينه بالبصله وبالبيشاميل حتى هي كذا كتجي زوينه، وبالشامبينيو بندير لكم شامبينيو حتى هي كتجي زوينه ان شاء الله. كانت شي حوته اخرى نشارك معكم بالصلصه البيضاء كتجي زوينه والثومه صافي. دابا نعمرها مزيان ان شاء الله ونرجع لكم. هانتوما البنات انا عمرتها. هانتوما شتو تبارك الله ريحه كبيره. وكنحلوها حتى لتحت حتى الديل ديالها حتى هو كنحلوه تبارك الله كبيره. دابا اللي بغى يخيطها يخيطها، واللي بغى يشدها غير بالكيغدو نشدها هي تبارك الله. ما عمرها غنجرب بالكيغدو شد ليا هو داك، ما شدش ان شاء الله غادي نخيطها صافي. شو هاد الحفاري هادو كاين اللي كيبغي يخشي فيهم ثومه كيبغي يخشي فيهم حامض.
كل واحد. دابا المهم انايا غادا نشوف اما نخيطها ولا بالكيغدو ثاني نوريها لكم. البنات بعد ما كملتو هانتوما صافي ما تشدوش بالكيغدو البنات. انا خيطتها شو كنديرو ضربه هنا وضربه ليها. هانتوما البنات تقول مكنعرفش نخيط. هانتوما قلت لها خياطه مخزانيه. هانتوما صافي دابا غادا نخليها ان شاء الله ونجيب اللاطه ديالتي باش ندخلها ان شاء الله للفران. هانتوما البنات من بعد ما عمرتها كيما وريتكم راه في اللي حتى هنايا اللي بغى يخشي فيها تومه اللي بغى يخشي الحامض كل واحد اللي بغى. صافي هنايا البنات خديت عصير ديال الحامض زدت عليه شويه زيت العود ودرت شويه تاع القامه صافي باش نسقيها بشويه من الفوق. صافي حقاش صيفطها للفران طيب. صافي غنسقيوها غير شويه كما قلت لكم التعمار على حسابكم. اللي بغى الروز اللي بغى الفيرميسيل كل واحد اللي بالطريقه اللي عجباتو. صافي فرشت لها بابي كويسو صافي غنعاود نغلفها به صافي طيب تنحس بها طابت صافي ونحيد بابي كويسو باش نخليها بلا بيه باش تنشف ليا. هانتوما البنات كناخذ ثاني طاف اخر تاع بابي كويسو صافي كنغلفها به صافي نسكر الفران اللي طيبوها في الدار اللي عجبكم. انا غلفتها دابا ان شاء الله نصيفط انا الفران. انا نطيب الفران ديال الزنقه. البنات هي الحوته ديالتي جات من الفران. هانتوما بسم الله حيدها البابي كويسو. البنات ملي ديوها الفران انا طيبتها في الزنقه كما قلت لكم كنديها لي مغطيه. كيقول لي ملي عافاك ملي تشوفها طابت صافي حيدي البابي كويسو وصافي عاودي دخلها باش تنشف عاد باش صافي عاودي غطيها. دابا غنزينها ان شاء الله ونرجع لكم. هانتوما البنات بعد ما حيدتها ملاطه حطيتها في الطبسيل ديال التقديم صافي كنزينو على حساب اللي بغينا. انا درت الخضره واش غادا نزين. هانتوما البنات التزيين ديال الحوته ديالنا كما شفتوا زينتها انا بالبطاطا مسلوقه خيزو الباربه الخيار هذا الخس ليشو عفوا ليشو مقطع. صافي التزيين كيبقى اختياري. شويه الميس مطيشه سوغيز الحامض زيتون كحل. المهم التزيين كيبقى اختياري البنات. هانتوما كما كتشوفوا كنتمنى منكم يعجبوا لا فيديو ديالي بارطاجي مع الاحباب والاصدقاء وما تنساونيش من لايك.